النظام الجزائري يهان ويذل مرة أخرى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة دونالد ترامب في عز هذه الأزمة والعملية الأمريكية ضد إيران بالشراكة مع إسرائيل. اليوم صار أكيد أن الإدارة الأمريكية تعتبر الجزائر كوم ان ايتا فوايو، كدولة مارقة. هذه العبارة اللي الآن تتكرر وتتردد، لأنه اليوم تم الإعلان والتأكيد من طرف السفارة الأمريكية في الجزائر بتعيين مارك شابيرو ليس كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر كسابقته، بل كقائم بالأعمال، وقائم بالأعمال سيكون يعني دائم في الجزائر. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في الجزائر، مع العلم أنه لا يوجد، لماذا قلت دائم؟ لأنه لا يوجد أي ترشيح لأي شخصية دبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية من اجل انه يكون سفير في الجزائر، لانه تعيين السفراء بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه يمر عبر عده مراحل، ويمر ايضا خصوصا على الكونغرس. معناتها انه اليوم الولايات المتحده الامريكيه يتاكد يعني صوره تعاملها وادلالها للنظام الجزائري بفرض انه النظام الجزائري مثلا في ملف الصحراء يجلس في طاوله المفاوضات مع البوليساريو ومع المغرب، وهو ما كان يرفضه العشريات وما اشترطه المغرب للعشريات، يعني انه رضخ رضوخا مذلا. قضية الحديث على عقوبات بسبب شراء المقاتلات الروسية تكلم عليها بالادينو، اللي هو بطبيعة الحال شخصية مهمة في الخارجية الأمريكية. والآن يعني يتأكد أيضا تخفيض التمثيل الدبلوماسي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. معناتها أنه اليوم الجزائر مثل فنزويلا، إيران وغيرها من الدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية دول مارقة، معناتها الآن الرضوخ الكامل أو يعني العواقب ستكون وخيمة على النظام الجزائري. هذا ما أوصلنا إليه نظام لم يعرف أنه يلعب على توازنات معينة في السنوات الأخيرة حتى تكون له علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، عوض العنجهية والتصرفات التافهة التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية والنظام الجزائري. مارك شابيرو أيضا هو من أصول يهودية أشكنازية، الأمر مهم لأنه الجزائر متابعة دائما من طرف الخارجية الأمريكية في قضية انتهاك الحريات الدينية، بل أنه صنفنا سابقا في قائمة المتابعة الخاصة في هذا الشأن. مارك شابيرو هو شخص كان في الجزائر بين 2007 و2009، وعرف عنه أنه عنده رؤية جد سلبية للنظام الجزائري وقتها الذي لم يتغير يعني